انت ياض يا احمد يا صبري ياض، مش امك قالت لك ياض ابعد عن التعريس ياض عشان هتيجي في وقت هتتمد على رجليك ومحدش هيرحمك ياض؟ مش عايز تبطل يالا؟ طلع بيتكلم على موضوع صفقة ال 35 مليار دولار اللي اتجددت ما بين مصر واسرائيل في موضوع استيراد الغاز. تعالوا نشوف هو بيقول ايه واقول لكم حاجة. تعالوا نتخيل بقى 35 مليار دولار يعني ايه؟ اصل 35 مليار دولار يعني تريليون و75 مليار جنيه مصري. انت تعرف ان نص المبلغ ده لو اتحط في التعليم يبني كام مدرسة حديثة يطور. انس كلامه مظبوط 100% وكلام استراتيجي وعلم اقتصاد كمان. يعني انس شخص مثقف وقاري ودارس، الكلام اللي هو بيقوله ده كلام حقيقي ومظبوط 100%. شوف بقى المعرس اللي اسمه احمد صبري اللي الرجولة ما عدتش من عند دارهم بيقول ايه؟ يطور المناهج ازاي، يطور الفصول ازاي. عارف بقى ان نص المبلغ التاني بتاع التريليون و75 مليار ده لو اتحط في الصحة بس يقدر يجدد لك ويبني لك مئات المستشفيات. يعني للأسف اللي حفظ أنا نسي يحفظه حاجة زيادة بس عشان يقولها، أو هو تقريبا نسي، بس هو لسه صغير في الشغلانة لسه ما نضجش. تقريبا عايز أقول لك إن المدارس والمستشفيات اللي أنت بتقول نبنيها دي، أنت نسيت تقول لنا إحنا هنجيب لها غاز منين عشان يشغلها. ما أنت عارف إن جزء كبير من الكهرباء في مصر بتشتغل بالغاز. طب على الأقل عشان خاطر الناس ما تضحكش عليك قول إن ال 35 مليار نبني مثلا بص الواد العرة احمد صبري العرة بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب امال احنا المدارس اللي انت بتقول عليها دي يا انس هنجيب لها غاز منين؟ ما احنا لازم ندي اسرائيل 35 مليار دولار علشان نجيب غاز نشغل، ما هو كل حاجه شغاله بالغاز، والغاز اصلا بتاعنا، وانت لما تدي اسرائيل 35 مليار انت بتدعمهم ضدنا. مش انت بتقول اسرائيل واقفه على الحدود عايزه تاخد سيناء وهي منهكه في غزه؟ ما عندها يعني انت بتديله 35 مليار يعني انت عشان ايه؟ ينشط المعدات الحربيه بتاعته، يعني يطورها ويظبطها، بتدعمه. يعني انت دلوقتي بتدعم الآلة الحربيه الاسرائيليه ضد الدنيا كلها مش ضد مصر بس. كمل يا احمد يا صبري يا عره. مستشفيات ومدارس، والنص التاني نجيب بيه غاز عشان نشغل المستشفيات والمدارس. لكن انت عايز تخليها عظمه. انت بتقول ايه يا ابني؟ والفكره كلها بقى ايه؟ ان مصر اصلا يا احمد يا صبري مع احترامي لكل الناس اللي بتتفرج عليا، يا احمد يا صبري انت معرس وعره زي اللي مسرحك الحمار بتاع الامن الوطني اللي اداك ورقه تطلع تقولها. هو كمان حمار مش عارف ان اللي انت بتقوله ده غلط وما يصحش يتقال. في حاجه اسمها احنا بندي اسرائيل مليارات عشان نشتري الغاز علشان نشغل بلدنا يا حمار. طب ما هو الغاز ده بتاعنا اصلا، والعرة بتاعك اللي بينام على وشه عند نتنياهو السيسي اداهم بير البترول اللي هو حقل زهر في البحر اداهولهم وبيروح يشتري منهم الغاز برضه. انت بتقول ايه يا احمد يا صبري؟ يا احمد يا صبري انت امك مش قالت لك ابعد عن السوشيال ميديا عشان انت بتتهزق؟ وامك قالت لك ان هي بتتشتم وابوك بتشتم وداركو كلها بتتهن؟ يا دي انت ياد مش عايز تبقى راجل بقى؟ يا دي يا احمد يا صبري يالا، يا دي يا احمد يا صبري يالا، يا احمد يا صبري يا عرة زي اللي مسرحك انت والظابط اللي بيديك الورقه في الامن الوطني، والله اعلم بيديك ايه تاني. ما تتكلمش كده زي الحرم ياد، استرجل كده ياد واتكلم زي الرجاله يالا، واعرف ان انت بتدعم عميل خاين اهدر ثروات البلد، اهدر ثروات مصر وجوع الشعب وزحفه على وشه. ياد احنا عندنا ناس ياد ريحتها طلعت من الجوع والفقر يالا، وانت لسه بتعرس لواحده عره زيك انت والدار اللي طالع منها يا عره. وقت الجد يا احمد يا صبري، وقت الجد ما حدش هينفعك، حتى العرس اللي بيديك الورقه في الامن الوطني مش هينفعك، هيدور على حته يهرب فيها. انت هتتحاكم محاكمه شعبيه وامك هتصوت عليك. يا احمد يا صبري عيب، احترم نفسك. في ثروات شعب بتهدر وبتتسرق وبتتهرب بره، وفي مدن بتتباع، وفي خيانه عظمى شغاله في البلد وانت بتدعم التخريب يا احمد يا صبري. وانت عرس كبير وهتتحاسب مع كل العرصات اللي بيشتغلوا مع العرة السيسي. وانا يا عم بوعدك بالكلام ده، انا بوعدك ان انت مش هتتساب، لان انا باذن الله وقت الجد انا عندي ورقه باساميكم بصوركم واحد واحد. والرئيس المدني المنتخب الجديد اللي هيجي يقعد على عرش مصر، مدني منتخب جديد
مش هيبقى في اي كلام في اي حاجة قبل ما تتلموا كلكم كده وتيجوا تتمدوا على رجليكم والغلابة يضربوكوا بالجزمة واحد واحد، مش واحد واحد، عرص عرص. سلام.